السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي فنون الطبخ مع حنان. اليوم على بركه الله بغيت نقدم لكم بيني سريع ما كيحتاجش نستناو عليه يخمر، كنوجدوه ونقليوه في نفس الوقت. غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق اي ما يعادل 5 ديال الكيسان ديال العنبه. غادي نحتاجو نص كاس نتاع الزيت اي ما يعادل 80 مليلتر، نص كاس نتاع السكر اي ما يعادل 70 غرام، خماره ديال الحلوى من فئه 7 غرام، واحد سكر فاني، وعندنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندنا بيضه واحده والملح، الماء دافئ للعجن. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو باش نوجدوا البنيه ديالنا. غادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو بالخميره المعجونه ديالنا، غادي نضيفوا لها واحد شويه ديال الماء ونخلطوها ونخليوها قدامنا تفاعل. غادي نضيفوا هنايا الملح ديالنا، نضيفوا السكر، نضيفوا الخنيشه ديال سكر فاني، غادي نضيفوا خميره الحلوى من فئه 7 غرام، غادي نضيفوا هنايا الزيت ديالنا، غادي نخلطوا هذا الخليط. غادي نضيفوا البيضه ديالنا كامله، نخلطوا هذا الخليط مزيان حتى يتجانس، ونضيفوا فيما بعد البيضه ديالنا، غادي نضيفوا البيضه ديالنا حنا كنخلطوا مزيان. غادي نضيفوا الماء دافئ، خميره العجن ديالنا، وغادي نخلطوا جميع العناصر. العجينه هنايا كتجي مرخوفه، ما كتجيش جاريه، صح كتجي مرخوفه شاده في راسها. غادي نجمعوا العجينه ديالنا. هذه هي العجينه ديالنا جمعناها، كتجي على هذا الشكل، هذه مرخوفه ماشي قاصحه بزاف. غادي ندلكوها واحد شويه هكذا، ماشي بزاف، غير شويه ديال الدليك هكذا. نستمروا ندلكوها وغادي نخليوها، نغطيوها ونخليوها ترتاح مده ديال 10 ديال الدقائق. وهذه هي المره الوحيده اللي غادي نخليوها فيها ترتاح وفي نفس الوقت تخمر واحد شويه، وفي نفس الوقت حنا نوجدوا الزيت ديالنا اللي غادي نقليو فيه البنيه ديالنا، ونتلاقاو من بعد ما نسخنوا الزيت ديالنا باش نورقوا العجين ديالنا. كتحتاج تشدليك بزاف. هذا هو العجين ديالنا، غادي نورقوه بالوراق. ما كتجيش رقيقه بزاف، يعني غير شويه. كنشدو هكذا العجين نورقوه. انا هنا العجينه راني قسمتها على زوج، استمر بحال هذا الشكل. كما كتلاحظوا هكذا، يعني ما كتكونش رقيقه بزاف، مازال هي غادي تنفخ منين نديروها في الزيت.
نقدروا نستعملوا قطاعه، نقدروا نستعملوا اي كاس عندنا، اي قياس نبغيو تاع الدوائر نقدروا نستعملوه، ماشي اشكاليه. انا راني كنقطعوه هنا غير بالفنجال ديال بنتي بحال هذا الشكل هذا. كاين قطاعات كيتباعوا ماشي اشكاليه، حنا نقداو بالحاجه اللي تكون موجوده عندنا. انا عندي قطاعه كبيره غادي يجي كبير بزاف، يعني فضلت انني نستعمل هذا بحال هذا الشكل هكذا. نقطعوهم بحال هذا الشكل. وانا موجده هنا واحد اللاطه غادي نحط فيها البيني ديالي، غادي نستمر بحال هاد الطريقه تنكمل العجينه ديالي كامله. في نفس الوقت اثناء درت الزيت ديالي كيسخن، ونكمل كامل البيني ديالي بحال هاد الشكل، ونرجعوا عاد نمشيو نقليوه. هنا درنا الزيت ديالنا تسخن، الزيت ديالنا هي ملي سخنت كنظن انها سخنت، غادي نبديو نرميو البيني ديالنا بحال هاد الشكل هذا. نستناو عليه حتى يبان لنا طلع الفوق، نقلبوه على الوجه الاخر. هكا نقلبو لسه كيحمر، ما كياخذش وقت كبير في الطياب. هنا غادي نقصوا شويه على العافيه، راه الزيت ديالنا سخنات مزيان. غادي نكمل باقي الكميه ديالي ونتلاقاو مع بعض باش نشوفوا الطبق النهائي ان شاء الله. هذا هو البيني ديالنا من بعد ما كملت القلي ديالو. رشيت فوق منه سكر كلاصي، فضلت انني نقدمه بحال هذا الشكل هذا. اللي بغى يقدر يقدمه بلا ما يرش فوق منه السكر مع الكونفيتور اولا مع كريم باتيسيير، يقدر يعمرو حتى في الداخل ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتشاركوا في القناه ديالي، ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. ومرحبا بكم معايا دائما فنون طبخ مع حنان.